الله على الجمال والريحه اللي تطير العقل. اوعدكم ان ده هيكون احلى طاجن سجق هتعملوه وانتوا هتجربوا. طاجن سجق ولا ورقه سجق؟ الاتنين واحد وتركاتهم واحده، بس انا بحب الفخار، بيحافظ معانا على الخضار ما يتهريش، وفي نفس الوقت يطلع معانا التسويه كهرمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله هننزل في الطاسه او الحاجه اللي هنشتغل فيها بشويه زيت يسخنوا وعليهم بالسجق. وطبعا انتوا عارفين ان السجق عليه حكايات كتير، فياريت نكون جايبينه من براند محترم او جزار بيعمل سجق بلدي حلو ومضمون، ولو عاملينه في البيت هيكون احسن واحسن، زي السجق اللي انا بستخدمه دلوقتي معمول في البيت وحاجه عظمه. وان شاء الله في مجموعه فيديوهات عن المصنعات هنزلها، زي فيديو طريقه تصنيع الرنجه اللي نزلته والحمد لله كسر الدنيا وشرحته بشكل بسيط. هيظهر لكم في علامة الاي، وهسيب لكم اللينك في الوصف للي حابب يعرف ببساطة ازاي نعمل الرنجة في البيت وتطلع دهب عيار 24. ونرجع لوصفتنا، واول ما السجق ياخد لون معانا بالشكل ده هنرفعه من على النار. وعلى نفس الزيت هننزل بالبصل، وكمية البصل والخضار اللي هنستخدمها ترجع لكمية السجق. لو انا هستخدم كيلو من السجق يبقى هنزل قصاد منه بكيلو من الخضار، تلت يكون بصل والتلتين هنشكلهم من كل انواع الخضار اللي هنستخدمها. انا نزلت باربع بصلات وسط في حدود 300 جرام، وعليهم بثلاث فصوص توم كبار يكونوا مفرومين. البصل يدبل وياخد لون معانا عليه بالبطاطس مقطعينها مكعبات متوسطه. انا ضفت 4 حبات وسط في حدود نص كيلو، وندي البطاطس تشويحه حلوه مع البصل. وننزل عليهم بالفلفل الالوان حبايه من كل نوع، وما ننساش قرنين فلفل لزوم السبايسي، ولو حابين تضيفوا حبايه جزر او اي خضار تحبوه ما يمنعش. وكده حطينا تقريبا كيلو خضار قصاد كيلو سجق. حبيتوا انتوا تغيروا المقادير سواء زياده خضار او زياده سجق دي ترجع ليكم، بس كده المقادير تمام. وعليهم بمعلقتين كبار صلصه طماطم ونديهم تشويحه مع بعض. ونبدأ نضيف التوابل. طبعا السجق متملح ومتبل تمام، يبقى احنا عايزين التوابل الخضار بس. هنحط معلقة صغيرة كبابة صيني او البهار الحلو، ومعلقة صغيرة من البابريكا، مع معلقة صغيرة كزبرة، وثلاث ورقات لوري او ورق غار، ورشة صغيرة من بلح جوزة الطيب، مع 5 حبات من الهيل او الحبهان. هنظبط الملح حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبس كده. وهنضيف 5 حبات طماطم كبار في حدود نص كيلو. هنقطع الحبايه نصين بالشكل ده ونبشرها، القشره هتطلع معانا على بعضها. وممكن نضربها في الخلاط مع نص كوبايه ميه ونصفيها، بس البشر بيطلع الطماطم مخرزه وجميله معانا في الطاجن. بس ما ننساش نديها نص كوبايه ميه في الحالتين، سواء ضربناها في الخلاط او خدناها على المبشره. هنسيبهم ياخدوا غلوتين وننزل عليهم بتلتين السجق، وهنحتفظ بالتلت التالت هنحتاجه بعد شويه. ونديهم 5 دقايق على النار ياخدوا يدوا مع بعض، ونرفع الطاسه وبيها على الطاجن بتاعنا. بعد ما نزلنا بالخضار والسجق هننزل ببقية السجق اللي محتفظين بيه على وش الطاجن. ونسلفر تمام وبينا نكمل في الفرن.
بعد ما سخنا الفرن بتاعنا مظبوط هندخل بالطاجن، ولو الفرن فيه تايمر هنظبطه على درجة حرارة 200، ولو من غير تايمر هنخلي الحرارة فوق المتوسط من تحت ومن فوق لمدة 30 دقيقة. وبعد ال 30 دقيقة هنفتح ونرفع السيلفر من على الطاجن ونسيبه 10 دقايق كمان ياخد معانا وش جميل ويزنهر، وبكده يبقى خد معانا 40 دقيقة في الفرن تسوية. ما شاء الله طالع عظمة، الريحة تسمع لصابع جار، والطعم بفضل الله تحفة، وانتوا هتجربوا. والخضار زي ما انتوا شايفين طالع صحيح مش مهري، ودي من اجمل مميزات التسوية في الفخار. وبس كده، وبألف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم، واحب اسمع رأيكم، وافكركم باللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد واكلات بتضرب نار. سلام.